الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم سنتكلم حول نهاية الدنيا وبداية الحشر إن شاء الله، ما يقول الله عز وجل في حق ذلك إن شاء الله. برايد عزيز أمير بحثة داوية دنيا بكن طبعا بلكي هم بيجن عجلة ما تشيه هيجا متخوازن خور الدنيا بمين فقط أبيات تشتكي زانبون ديني نقرم بزان ربي عالمي چه بلان و پروژه‌وی هنج عبد خورا چه گوتیه انسان گره حاضریه خوش رابکه انوان تشتا گره بزان بل. طبعا بداية الدنيا كما قلنا في الجمعة الماضية تكلمنا حول علامات القيامة أو علامات الساعة الصغرى والكبرى. فبعدما ينتهي كل هذه الأشياء ينزل سيدنا عيسى، يخرج دجال، ويحصل معارك كثيرة بين المسلمين والكفار، وفي النتيجة ينتصر فيها الإسلام. وكما يقول الله عز وجل في آية كريمة، ماذا يقول؟ هناك آية الله عز وجل يقول بأن الإسلام سينتشر والله متم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. حينما ينتشر نور الإسلام فبعد ذلك يبدأ تدرجا شيئا فشيئا الناس أهل الإيمان يموتون والكفار يزدادون مرة أخرى إلى أن تقوم الساعة. تشتكو ماقو حفتا چی ما بحث علامات قيامات أبي ما ذكرتي براوة ماقو مثلا دجال درتي، مهدي ايوره، عيسى عليه السلام ايوره، ياجوج ماجوجتين، روج درتي، والحاصل وان علامات مازن دركتن داوود اكوان علامات تف درتين ايمان بسرد كبه، اسلام سرد كبه، كفر بندست به، اسلام قازانشت که فتره کی که خدا چند ساله دخوازه دین هانه به اسلام به عدالت نو انسان دا براتی مرحمت خوشگاهی. حتى هناك روايات بجن قر زاننشنه قرو مي ميشن كيلك هبش يك درجه هبناك يعني قصه خير وبركات جد به قر تيره قر قواك تير بناش حيوانك ناخو يعني كسكي يريش كسكي ناك بشتك قوي عدالت هاني تمام بو او رحمت وخشكاي كو خدا عز وجل بجا از نور اخو كامل بكم، از دين اخو كامل بكم، دين مهرجي بلا ببه هشتك بنا تمام بو. اجا ام بجن ابيكو حضرتي مهدي وفات كي حضرتي عيسى وفات كي ورحاصل اجا هدي جاركادي ام بجن مسلمان هدي اجا كيم ببن او خرابي جاركادي زيدا ببه حتى كو خرابي كيشت حد خو لسروي عرض هاني اهل ايمان نمان خرابي فسادي باخلاقي زيدا بو بي وقت هاني اجا وان ايات خدا عز وجل بيجا معناها مخينه. طبعا بعدما يكمل نور الإسلام وكذلك يبقى فترة الله أعلم بالمدة كم سيبقى الإسلام حاكما في الأرض يحكم بالعدل. فبعد ذلك يبدأ تدرجا المسلمون يقل عددهم بالموت وهكذا إلى أن لا يبقى أحد من أهل الإيمان على وجه الأرض. هناك روايات يقول يأتي ريح، وحينما يأتي هذه الريح يموت أهل الإيمان بهذا الريح، ولكن كيف سيكون؟ أي ريح بأي شكل يموتون تدرجا لا ندري هذا. ولكن حينما لا يبقى أحد من أهل الإيمان يبقى الكفر والظلم والفساد حاكما في الأرض، فحينئذ الناس يغفلون عن الله وعن الإيمان وعن الدين وعن الحساب وعن الكتاب، يغفلون عن جميع الأشياء، وهم في هذه الحال تقوم الساعة. انسان دمك ماكو يا خرابي اشتيك نور اجا نور ايمان جار كادي تمام به كافرتي بايماني باخلاقي بحاكم، ظلم كفر خرابي بايماني بحاكم. هدي كسكي خدي ناي عقلي، كسكي ايمان ناي عقلي، كسكي مرن ناي، كسكي جهنم حساب وكتاب ناي عقل تكسكي يعني وكاكو قد تشتكي تنبه شوا ايروكو هناك انسان نابا مادج مسلمان مهنه هاي واش نج مرنه هي نج جنته نج جهنم ما هرن ور قدها روكي تبيجي دقيقه كيجي بجن خدي هي 3 دقيقه بجن از بمرم حيره دقيقه 4 و 5 از مرم از چبكم از چمهات مسكود قد تشكينا عقلي وان يعني حتى كنت بحث مرنت كيش خاد كانن يعني ده كرات قال مرنت كي ده بيجي تعمد به مخرانك وهاد بيجي تعمد به مخرانك يعني مورال مخرانك چمر مرنته يعني
بيننا كان صلاش خوا كيف بكن او قصا غافل دبن تشتكينا عقليوان يعني ناخوازن تبحث مرنه بكي كلمه ميم كنت بيجين سري مرنه او جنا خواز هرا قوي به مورال مخرانه كن بيننا مش خوا كيف اخو امنان خبر حاتي بخون يعني انسان تين في حاله او قصا خراب دين ايمان خدا ذكر تشتكي نامينه حتى هاوي كجا حديث بحسابيات كن يكيك بيجا الله نامينه لو الله سرناي سر زمانه تكسكي انسان غفلت داند كيف خداند لذت خدانه الله الله تجارت وتشتري خد كن بي وقت هاني رب العالمين اجا دست بيت كه او فرتونه قيامت رات كه اجا اوان سورتي كنت قران دا قال لكن خصوصا اوان سورتي جزء عما يعني واقعه زلزلوا شمسو كويرات انفطار وانا هني هركي بحثه تشتكي كنا عرض وعسمان وبحر وانسان ونظام تش وانا تشتي غريب وعجيب يمكن انسان تصورنا يعني جنكي بحمله زاروك خدا بجن انسان بوري سيرفيس بيت باشترسه يعني انا تنسر انسان طبعا نهاية العالم ينتشر الفساد لا يبقى أحد يذكر الله الناس في الغفلة والأحاديث يشرحون ذلك يقول هناك من الناس من ذهب إلى التجارة تعرفون ما هو القماش حينما نذهب ونشتري القماش الذي نعمل هذا اسمه قماش الرجل يبيع هذا القماش أتاه مشتري يقول أعطيني 2 ولا 3 متر فهو يبدأ يقيس المتر مترتين فتقوم الساعة الرجل في السوق يحب أن يشتري شيئا فيأتي عليه الرجل وضع طعامه حتى يأكل تقوم الساعة الرجل عنده حيوانات أصبح راعي أو كان راعي يرعى الغنم تقوم الساعة يعني الناس يريدوا أن يسيروا أو يستمروا في حياتهم مثل ما كانوا ولا يتوقعون شيئا ففجأة الله عز وجل بغتة كما يقول فجأة يبدأ علامات الساعة والانشقاق والانزلاق البحار فجرت البحار والأفلاك والنجوم والشمس والقمر الله عز وجل يدمر هذا الدنيا ونسميه النفخة الأولى الملائكة اسمه أسرافيل هو ينفخ ويدمر الله عز وجل بنفخته هذه الدنيا أجمع حتى يحضر الناس للآخرة طبعا اجا ماگو انسان در کار خو خباتا خو تجارت خو حتى حدیث بحث هناك تشتات کم ده بيجا ميرك چيا قماش دستينا قماش مزانه چنا آبانا قماشن يعني تدي توپ قماش هم بيجا و 30 متر 20 متر چي دکان وات که متر کی 2 متر دته ده بي یک قماش دفروش یک دستينا لو حس هاي ما تشكيتنا يعني هاتيه ده بيجا فلان كجا 3 متر قماش بدم ده تمام هاش ترى 3 متر قماش هجا قماش ندای مقص نکره دست غسه مترج نکره دی ام بجن توپا خودت تقه يعني خواردن دانه کنانه خو بخو شكون خودت عقلی و آخرت زلزله پیدا که دی انا جان عرضه شد به زلزله شد به دپرم يعني معروف خوش بیر واد که ده ایجا او دپرم هانه ام نکارم بجن خدا دی بجا يعني ری انسان سپید به زاروک بچوک شید اختیار دبن جنک زاروک خود آویجن ده صبی خود آویجن يعني هر کس که اوقات شوقه کمازن دوی حال هانه ده خدا امر ملائکت خوکناوی اسرافیل دوی پف که دنیا هانه پف کناوی جو که تشتکی انا نکارم بجن تشتکی چواه لی وکا بوری کی پفت که يعني چه بوریه تشکی چواه کوی کائنات تر بنگوی هفت که امویج نزانن عرض و عسمان و بحر و استرک و نظام چه تفکی خدا قدينة وحينما ينتهي الحياة في هذا الدنيا لا ينتهي على الإنسان فقط لا يبقى شيء على الحياة أبدا إلا الله عز وجل فالله عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لا يبقى في الحياة غير الله عز وجل كل شيء الله يأمر حتى الملائكة كلهم يموتون لا يبقى شيء على الحياة أبدا حتى ملك الموت يقبض روحه كلهم يموتون الذي كان يقبض أرواحنا فالله يقول اقبض روحك خلاص ينتهي كل شيء فالله يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله هناك رواية يقول من شاء الشهداء أرواحهم تبقى حية هكذا يعني طبعا دما انبياش قرب بزان بن دنيا وقت خدا امرت كد ببر خراب به زيرح دبي كائنات دانامين زيرح يعني خدي رحكي خدي نفسكي تشتك نامين نا انسان نا جن نا ملائكات تفدشن
لوما خدا بيجا هر تشتي كل في حياته هانه ده تفاني دمن فاني يعني تف خلاص دبن خدا تاني حياته دمينه رب عالمي او وحده لا شريك له ازلي وابديه حي لا يموت خدا بتاني دمينه وكيدي هر تشقرات به حتى وان ملائكتي كرحي ما دستينن او جيب خو خدا بدكاج رح يخش درخن او بخجي رح ياخذ دستين بفكرنا هانه جد بفكرنا عول به دنیا خراد به کائنات سر و بنود به تشتکی نورمال نامینه عرض و عسمان و انسان و بحر و تشتکی تبدشه داویه بفكرنا كادن خدا امرت که طبعا چه قصد من اوج خدا زانم یا نزانم يعني بفكرنا عوله تشو بفكرنا 10 سال 20 سال خدا زانه بشتي رب العالم جار قديد بفكك جار قديد بفتك ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون جار قديد بفكك وي وقتها اجا صاخبون جار قديد دسبتك طبعا هناك امر علينا ان نفهمه قليلا ليس كثيرا فالله عز وجل حينما يقيم الساعة يدمر كل شيء في هذا الحياة الأرض والسماء كل شيء يبدل الله هكذا يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أي سيكون حياتنا في الآخرة على دنيا ليس مثل هذا الدنيا الذي نحن نعيش فيه فيها جبال فيها وديان فيها بحار فيها صحراء السعودية وصحراء القارة الأفريقية في ثلج سيبيريا في هذا الشيء لا يوجد في الآخرة الله عز وجل يبدل الأرض غير الأرض حتى يصلح لحياة دائم يبدل كل شيء أما حياتنا في الدنيا الذي نحن فيه أو هذا الدنيا الذي نحن نعيش عليها فحينما تقوم الساعة يبدل الله هذا الأرض وهذا السماء بشكل يناسب حياة الآخرة تشتكي ديجي أمزان بن جمان بكفى عقله ما جانا إنسان بيجا إيه حيرا تد آخرت دا تشوى نمري تشكي هيك نمره حيرا خدا سيستم دنياي سيستم آخرت جهب جدا شكري دنياي آخرت آخرته دو دنياي دا روي ميج ماري هنه اف دنيا هانيج البورا في حياة هاني خدا شكريه بني مثلا تدي هافين هي زفستان هي شف هي روج هي برف هي باران هي عرض زوا هي آخرت آیت ما خواند خدا بجد آخرت ده عرض و عسمان تی گوهرتن اف عرض هانه خدا ناین آخرته عرض کی بکره آخرته وره عرض کی بکره حیات بردوام به وی عرض هانه ده تماشات کی سیبیریا ناقص هفته 8 مینوس یعنی تو تماشات کی لینکی جیاجی پلوس 5 6 یعنی تو لینکی جاش گرما دمری لینکی جا سرما دمری لینکی جی باران تن لینکی جی برف تن لینکی جوان برف و باران تن لینکی هر دو یعنی خدا آخرت دا حیاتك اوصا خوش که حیاتك خدا چکرد آخرت دا بکره هر دیشته یعنی حیاتك عمر دریش ایجا دوی حیات آنه دا مرنتنه حیات آخرت انسان پیر و اختیار ناکه بنیانم تب اختیار بونه هیدی روکی بروکی هم اختیار دبن روکی بروکی هم اختیار دبن فطرافه خوی 10 سال بری تماشا کن ریه و چقاس بیه آنه چقاس اسبی بیه حیات دنیا اجمون اختیاریاتی مربات خو یعنی او آخرت حياتك تدا مرنتنا خدا بشكل كي تشتكى تدا نامري اجا دوامت که حيات دما كل في دنيا خلاص بو تكسك نامنه چند سالا خودت زانمه چند سالا مريبه من انسان تبكي مخلوق چند سالا ج بفكرنا عول حتى بفكرنا دو تاريخ گوتن حق مرينا اجا خدا بتنزانه چه قاسم مريد ميني چه قاسد عرض داد ميني داوي رب العالمين عز وجل امرت که دبي جارك دي بفكي اي اسرافيل وساخت که جار کادی پفینی که بعرضت خه و انسان جار کادیش وی آخانج آخی درد کردن طبعا ایجا انسان چوا دردن او خدای که مجداملا که آف چکریه ج بکردی ام بجن بوجک مون بجن بوجک جرا بوجک استی بچوشکه پشتا انسان آها جوی استی هانه جار کادی خدا وقت تو دار کا گنم یا داری گوزان زانه چنا داری گوزا پر مازند بن ج گوزا کافچوک داره کچقاس مازند درته او تخمه ميهانه بلكي دوي دابا خدا عز وجل جوي مجارك هذه درخت كيف تشوك نايدي تنجي ها جوي مساختك طبعا حينما نحشر في الجمعة القادمة سنتكلم حول أحوال المحشر ولكن بداية الحياة في الآخرة الله عز وجل بعدما يبقي العالم ميتا فترة من الزمن بعد ذلك يأمر الملائكة بأن ينفخ مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون فنحن سنخرج من الأرض مرة أخرى
وسيكون نباتنا مثل ما ينبت أي عشب من الأرض. هناك شيء باللغة العربية نحن نسميه العسعس، العظم الصغير الذي في مؤخرة الظهر، شيء صغير جدا مثل حبة الخردل. نحن سننبت من هذا مرة أخرى، كما نحن بدأنا بنقطة من الماء، نطفة من الماء، شيء لا يرى بالعين، كذلك سيبدأ الإنسان مرة أخرى من هذا الشيء وسيكون رجلا كاملا. وبعد ذلك يبدأ أحوال المحشر. إلى أن نلتقي في درس قادم. ابقوا في حفظ الله ورعايته. حتى درس هاتيب من أمانة خدای مازم خدا حياتك بإمام كنسيب مرنك السر إيمان بكنسيب ورب عالم آخرت داجل سر إيمان إجارة قديمة بحزور أخو إن شاء الله. أمانة خدای مازم بن.